هو أبسط وصف لما تابعه العالم بعد إعلان الجيش المصري عن ابتكار جهاز لاكتشاف وعلاج مرض نقص المناعة الإيدز وفيروس سي المعروف بفيروس الكبد الوبائي. الفضيحة التي يكشف تلفزيون الشرق أبعادها تبدأ بحفل أقامه الجيش المصري بحضور الرئيس المعين عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وكبار رجال الدولة. الإعلان الذي كان من المتوقع أن يحدث دويا عالميا وصخبا إعلاميا غير مسبوق أثار موجة من السخرية والتهكم من قبل العلماء والنشطاء على حد سواء، وهو ما دفع تلفزيون الشرق للبحث وتقصي حقيقة ما حدث. فكنت دايما أقول للسادة القادة قوادي. بدأت الخيوط من اللواء إبراهيم عبد العاطي الذي ملأ شاشات الفضائيات المصرية بصفته صاحب الابتكار العظيم، ووصفته الصحف برئيس لجنة البحث العلمي في الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة. بغذي المريض على إيدز بديهوله صباع كفتة يتغذى عليه. طريقة حديث عبد العاطي ومفرداته أثارت انتباه فريق تلفزيون الشرق، فاللواء الدكتور يستخدم لغة متدنية ومفردات تثير السخرية، ويتحدث عن عملية اختطاف وإغراء بالمليارات للحصول على ابتكاره الجديد. وزاد من شكوك تلفزيون الشرق المفاجأة التي فجرها الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المعين عدلي منصور، حيث قال أن الابتكار المزعوم هو فضيحة علمية لمصر، محاولا تبرئة الرئيس والمشير. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء البحث حصل تلفزيون الشرق على حلقة قديمة لعبد العاطي بصفته باحثا في الإعجاز العلمي للقرآن. الحلقة أذاعتها قناة الناس الدينية التي تم إغلاقها بعد ساعات من الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، وكانت تتهم بترويج الخرافات والخزعبلات. هذه المفاجأة دفعت تلفزيون الشرق للبحث وراء عبد العاطي، وكانت المفاجأة عبد العاطي ليس عسكريا متدرجا في رتب الجيش المصري، ولكنه لواء مكلف، وهي رتبة شرفية تعطيها المؤسسة العسكرية لبعض الأفراد المدنيين من خارج صفوفها في بعض الوظائف. كان من أشهر من حصل عليها الموسيقار محمد عبد الوهاب. مصادر عسكرية أكدت لتلفزيون الشرق أن عبد العاطي تقدم ببحث في العام الماضي إلى اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي أعجب بأداء عبد العاطي ومنحه رتبة لواء. تصاعدت المفاجآت عندما تحدث إلى تلفزيون الشرق مواطن على علاقة وثيقة بعبد العاطي منذ سنوات، حيث كشف أن عبد العاطي هو معالج بالأعشاب مشهور منذ سنوات في بعض الفضائيات الدينية. المواطن أوضح أيضا أنه كان يتردد على عيادات عبد العاطي لمدة 4 سنوات لعلاج أحد أقربائه الذي أعيته المادة، ولم يتمكن من العلاج الكيميائي فلجأ إلى العلاج بالأعشاب. لم يشفى المريض ولا أحد من مرضى عبد العاطي بحسب المواطن الذي تحدث عن شهادات أجنبية وصور لعبد العاطي مع أجانب في عيادته. وبحسب مصادر خاصة بدأ عبد العاطي عمله من محل سكنه في أبراج كورنيش المعادي، تعرض بعدها إلى ملاحقات حكومية اضطرته للعمل عبر معمل في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وهو معمل تحت الأرض بحسب ما وصفته المصادر. استمرت الملاحقات الحكومية لعبد العاطي لينتقل إلى الإسكندرية ويمارس نشاطه من هناك، حيث تزوج لمدة قصيرة
قبل أن يغادر البلاد تماما ويطلق زوجته بالإسكندرية. عبد العاطي الذي يتحدث منذ سنوات عن ابتكارات متعددة لعلاج العديد من الأمراض، هل يكون ممهدا لرئاسة السيسي كما يخطط البعض بحسب ما يقوله مراقبون، أم إضافة جديدة لفضائح الانقلاب؟ ويبقى السؤال الأهم: إذا كان فريق تلفزيون الشرق قد تمكن من الوصول إلى تلك المعلومات، فهل غابت حقيقة عبد العاطي عن أجهزة الدولة السيادية قبل أن تمنحه رتبة لواء؟ أحمد العربي، تلفزيون الشرق.